رئيس الاتحاد المصري أبو ريدة: بطولات الأهلي والزمالك كانت بحكام مصريين ويكشف عن مشروع جديد قريبا. أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن تطوير منظومة التحكيم في مصر يمثل أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشيرا هاني أبو ريدة إلى أن الاتحاد يعمل على معالجة الأخطاء التحكيمية المتكررة عبر خطوات عملية تهدف إلى رفع مستوى الصافرة المصرية. وأوضح أبو ريدة في تصريحات رسمية عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة أن الاتحاد اتخذ بالفعل خطوات ملموسة نحو تطوير التحكيم، قائلا: نحن حريصون على معالجة الأمر، ولذلك تعاقدنا مع الكولومبي أوسكار رويز أحد أبرز خبراء التحكيم في الفيفا، والذي بدأ بالفعل في وضع أسس جديدة ستؤتي ثمارها قريبا. كما أننا لا نمانع في تنفيذ أي طلب لاستخدام حكام أجانب طالما في حدود اللوائح والمدة الزمنية المحددة، ولدينا مرونة في هذا الأمر. وشدد رئيس الاتحاد على أن الأخطاء التحكيمية جزءا من كرة القدم على مستوى العالم، مشيرا أن البطولات المحلية التي تتوج بها الأهلي والزمالك في العقود الماضية كانت تحت قيادة الحكام المصريين الذين قدموا مستويات متميزة رغم وجود بعض الهفوات. أول رد من هنا أبو ريدة على أزمة استقطاب حكام أجانب في مباراة القمة. وتابع الاتحاد المصري تأسس منذ أكثر من 100 عاما، وحكامنا كانوا دائما متواجدين خلال هذه الفترة. لا ننسى أن البطولات المحلية التي فاز بها الأهلي والزمالك جاءت في معظمها عبر الصافرة الوطنية التي أثبتت كفاءتها رغم بعض الأخطاء، كما يحدث في كل دوريات العالم الكبرى مثل الدوري الإنجليزي والألماني والفرنسي والأسباني. الحكام بشر ويتخذون قرارات في أجزاء من الثانية، وهو ما قد يؤدي إلى بعض الأخطاء أحيانا. وكشف أبو ريدة عن مشروع جديد يسعى الاتحاد لتنفيذه من أجل تطوير التحكيم المصري وتقنية الفيديو، مشيرا إلى أن الاتحاد يتواصل مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو لمناقشة التحسينات المطلوبة واستكمال. نعمل بكل طاقتنا على تلافي الأخطاء مستقبلا، ولذلك سنطلق قريبا مشروع أكاديمية الحكام لتأهيل جيل جديد من الحكام المصريين وتطوير منظومتهم بالشكل الذي يواكب التطورات العالمية في التحكيم. وفي ختام حديثه وجه أبو ريدة رسالة إلى الإعلام والجمهور المصري، داعيا لجميع تحري الدقة في تناول الأخبار المتعلقة بالاتحاد المصري لكرة القدم. ندير الأمور بكل شفافية وحياد، ونتمنى أن يتحرى الجميع الدقة عند تناول أي أخبار تخص الاتحاد. ولن نتأخر في الإجابة عن أي استفسار سواء من الأندية أو وسائل الإعلام المختلفة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت ما تنساش تصلي على النبي، الاشتراك الجميل في القناة واللايك الجميل منك.